مساء الخير. بودكاست شريف واصحابه، وكل مرة معانا شخصية جميلة قدرت تسيب بصمة حقيقية في مجال شغلها. معايا النهاردة حبيبي وصديقي وأخويا الدكتور محمد جمال أبو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا وسهلا بيك في بودكاست شريف واصحابه. ازيك يا دكتور شريف؟ يعني انا مبسوط اني معاك، وطبعا وانا بشوفك بتاخد خطوات جديدة بتوجهات جميلة، ودايما نتمنى لك التوفيق يا رب العالمين. يا رب يكرمك يا محمد. النهاردة عندي أسئلة كتير بقى ليك، بما ان انت استشاري امراض نفسية، فكل ستيب هنخطيها مع بعض لازم اسألك عن الصحة النفسية معاك. ان شاء الله باذن الله نبقى معاك وتبقى حلقة جميلة ان شاء الله. بس خلينا نبدأ كده من ورا شوية. محمد ابو العزايم هو صغير، وحلم الطب النفسي ده بدأ ازاي؟ اثرت النقطة. طبعا انا مجال الطب النفسي بالنسبة لي من وانا صغير كنت شايف والدي ورحمة الله عليه جدي دكتور جمال ماضي أبو العزايم، والدي دكتور أحمد أبو العزايم. ربنا يبارك فيك. عارف لما بتبقى بتنشئ في أسرة بتبقى في مجال بيبقى عندك يعني الإلهام من شخص معين. أيوه. ويمكن جدي رحمة الله عليه أنا كنت يعني ليه معزة كبيرة عندي طبعا. وانت عارف دايما يقول لك اعز الولد ولد الولد. فيعني ايه دايما الجد بيبقى حنيته على الايه على الاحفاد بتبقى مختلفه تماما. من الواحد وهو صغير يمكن اوقات كتيره كنا في الاجازات. اتذكر ان احنا كان اوقات جده او والدي ياخدنا في الاجازات المستشفى مثلا معاهم. مستشفى انا كنت بحتك بالمرضى النفسيين من وانا طفل. كنا مثلا في الاجازات وانا اتذكر في مستشفيات فيها ملعب كوره كبير، العب مثلا مع المرضى كوره. الواحد ما بينه وما بين نفسه الناس بتبقى شايفه مثلا من صحابي او كذا، انت بتروح في الاجازه مستشفى وبتقابل مرضى، الناس بتبقى خايفه من حاجه زي كده او بتحس انها حاجه كبيره. انا بالنسبه لي كنت بقابل ناس بحس انهم ناس زينا، ناس طبيعيين، ناس بيتكلموا، ناس بيتحركوا، ناس بنلعب مع بعض، نلعب كوره، بنلعب بينج بونج، بيبقى في مرسم ممكن نقعد نرسم. فالواحد احتك مع المجتمع واحتك مع الايه الشخص اللي بيعاني. كتير تفتكر ان المرضى النفسيين خطر. ناس كتير عندها الاعتقاد ده، لكن الحقيقه مش كده هو. الحقيقه مش كده. الحقيقه مش كده هو. والناس كتيره بتعتقد ان المستشفى النفسيه حتى ده بيبقى فيها حالات خطره جدا او حالات صعبه جدا. لا، ناس كتيره بالظبط كده. لا، هو كلنا ممكن نعاني من اي تعب في اي وقت من الاوقات. واوقات كتيره بنبقى محتاجين فتره زي فتره نقاهه، نبعد عن الضغوط، نبعد عن المشاكل، نبقى في مناخ جديد او بيئه جديده تساعدنا ان احنا نرجع لحياتنا زي ما بتقول كده فريش نيو ستارت. يعني تبدا بدايه جديده يعني ايه بطريقه تفكير مختلفه، او تبقى مريت بمحنه معينه او ضغط معين بتبقى محتاج فتره نقاهه مع نفسك. فالواد من هنا بدأ يعني ايه، عارف انت بتشوف ناس ليها وجهة نظر، انت بتشوف حاجة تانية. فمن هنا بدأ المجال يشد الواحد بشكل كبير جدا. طيب هسألك سؤال صغير. نصيحة الدكتور أحمد قالها لك أول ما دخلت كلية الطب؟ أول نصيحة قال لي أنت دخلت كلية الطب، أنت تختار التخصص اللي أنت عايزه. اللي يشتغل في الطب النفسي لازم يكون مزاجه اللي هو يشتغل في الطب النفسي. دي حقيقة. مش فكرة ان انت والدك دكتور او جدك دكتور فانت تدخل في المجال. لا، مجال الطب النفسي محتاج ان انت يبقى عندك قدر كبير ان انت حابب المجال وعندك مقدرة كبيرة ان انت تتقبل في التعامل مع الناس وتتحمل الضغوط وتبقى انت حابب المجال. لان المجال بيبقى فيه أعباء على الشخص اللي بيشتغل في المجال طبعا. ولازم يبقى فيه يعني مثلا من ضمن الحاجات احنا في الشغل ما بين الدكاترة وبعضهم في حاجة اسمه زي بير انترفنشن. يعني الدكاترة ممكن بيقعدوا يتكلموا مع بعض على حالات معينة او المعالجين النفسيين او اخصائيين اجتماعيين او كذا، ممكن بنتكلم مع بعض. اوقات كتيرة بيبقى في جروب بنتكلم كل واحد لو قابل حاجة موقف معين في الشغل بتاعه او حالة معينة كان ليها ابعاد مختلفة بحيث ان هو يشارك مشاعره واحاسيسه اتجاه ده، بالاضافة الى تبادل المعلومات. فكانت النصيحة في الاول انت المجال لازم تبقى اذا هتختار في يوم من الايام الطب النفسي لازم ان يكون عن محبة واقتناع، مش فكرة ان انت تدخل المجال وخلاص حاجة وظيفة. انا فاكر ايام الكلية احنا اخدنا لمحة بسيطة عن الطب النفسي بالظبط في اخر سنة لينا في الكلية. ده حقيقي. فدراسته كلها بوست جرادويت بعد التخرج، ماجستير ودكتوراه. فانت بتبدأ
بتبدا بعد التخرج. بعد التخرج، يعني يمكن بيبقى كورس فعلا في الباطنه. ويمكن كتير جدا من يعني الاطباء النفسيين طالبوا، ويمكن على ما اعتقد الموضوع تطور عن كده دلوقتي، اللي بقى الموضوع يعني كورس اكبر من كده. ولكن زي ما انت بتقول بيبقى كتير من الناس بيتخرجوا بيبقى عندهم صورة تلفزيونية عن الطب النفسي أو المرض النفسي. لكن كدراسة بيبقى الموضوع فيه شغل كبير طبعا بعد التخرج يعني. طيب أنا جوايا ليك أسئلة كتيرة جدا، هبدأها بقى بالاسترس اللي معظم الشباب والرجالة بيواجهوهم في بداية حياتهم العملية. تمام. كل واحد في بداية حياته العملية بيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا، وكل واحد عايز يثبت نفسه بأي طريقة في أي شغل هو بيبدأه. ايه اكتر نصيحة تديها لكل واحد بيبذل جهد واوقات بيتعرض لستريس في شغله خصوصا في البداية؟ بص، هو الضغوط عامة هو جزء من الحياة بتاعتنا. وأوقات كتيرة في الحياة بتاعتنا ناس كتيرة في بداية الحياة بيبقى عاوز يثبت ذاته. وفي الحقيقة إثبات الذات بيبقى محتاج إن الإنسان قبل ما يبص للنتيجة محتاج اللي هو يتعرف على نفسه بشكل كبير. دي حقيقة. هو إيه إمكانياته، إيه مناطق القوة عنده، إيه المناطق اللي محتاج يشتغل عليها، إيه تطلعاته للمستقبل، هيوصل لده إزاي. لكن كتير جدا مننا بيعتقد إن أنا عايز أوصل. الناس بتفكر في المادة، ناس بتفكر في القيمة، ناس بتفكر إزاي يتطور خطوة بخطوة. فكتير جدا بنحط أفكار كتيرة ودايما بنبص إن إحنا إزاي ننجح. بس إحنا ما شفناش في الرحلة دي هي برضو، لأن إحنا كلمة مثلا ناس كتيرة بتعتقد إن إحنا الاسترس بيبقى خايف مثلا إن هو يفشل. أيوه. هي كلمة النجاح أو الفشل مش دي الكلمة المفروض الناس دايما تستخدمها بطريقة روتينية. في حاجة تانية، المفهوم لازم يبقى أشمل من كده. لأن احنا عندنا في الطب النفسي نقطة البلاك اند وايت ثينكينج، اللي هو التفكير الأبيض والأسود. يا أنا أعمل ده وأوصل له، يا أنا لو ما وصلتلوش أبقى مش ناجح أو فاشل أو كذا. ده في الحقيقة بيحط الشخص تحت ضغط كبير جدا. تاني حاجة، الحياة مش بالبساطة دي هي. ثالث حاجة، بيخلي الشخص في مرحلة معينة ممكن يفقد الأمل سريعا. طيب نبص على كونسبت تاني. هو في كونسبت للواحد في حاجة اسمها خبرات. يعني إذا أنت ما وصلتش للهدف بتاعك فأنت المفروض لما أنت ما توصلوش أنت تبص أنت وصلت لكام في المية منه. طب أنت في الحياة لو وصلت لحاجة 50% فيما فوق هي دي مقبولة. ناس يقول لك لا انا الحاجه مش راضي عنها، مع ان لما تبحث وتتكلم تلاقي الموضوع مثلا وصل ل 90%، يقول لك لا انا اقل من 100% وكذا مرضاش. فالبرفكشنزم ده حاجه كويسه، ولكن في اوقات كتيره اذا الواحد مش بيشوف غيرها فهو طول الوقت هيقيم نفسه ناجح او غير ناجح. هيحط نفسه في ضغوط. طيب كم مننا يبص لنفسه طب انا وصلت ل 50% او 60%؟ و 50% ده حلو جدا. انت يبقى انت لو صلحت 20% انت بقيت 70%. فهي الفكره، وكل مره انت ما بتوصلش انت المفروض بتتعلم حاجه جديده، فانت بتضيف لنفسك خبرات. حلوه قوي النقطه دي، انه انت مش لازم توصل للنهايه، المهم ان انت تاخد خطوات وتكون راضي عنها. وبعد كده انت لما هتبص في الحياه والطموح، كلمة النهاية دي يمكن كلمة مش هتلاقيها. لأن كل ما الشخص بيوصل بيجدد طموحه وأهدافه ورؤيته للمستقبل. دي حقيقة. فهتلاقي الموضوع ده متجدد. انت في مرحلة معينة بتبقى شايف ان انت توصل للبوزيشن ده اكبر طموحك، بتوصل تلاقي نفسك ايوه طب انا وصلت مثلا واحد يوصل لمدير شركة، بعد كده يقول لك انا عندي بقى البيزنس بتاعي. وبعد كده يبدأ في البيزنس يلاقي نفسه بيبدأ من خطوة لتحت شوية، وبعد كده يبدأ يطلع بالموضوع. فازاي الشخص يجدد دوافعه ويجدد الحوافز بتاعته ويحط اهدافه ويشتغل عليها. هي نقطة حلوة قوي اللي انت قلتها في اول الكلام، ان كل واحد لازم يتعرف على نفسه. يتعرف على نفسه وايه الطاقات اللي عنده ويقدر يعمل ايه ويحقق ايه، هيبقى مرتاح. دي حقيقة. لان خد بالك في بعض الاوقات تقييم الذات بيقوم على الشخص يشوف نفسه ازاي، وجزء من التقييم المفروض اللي حواليه او اللي مثلا في مجال معين او شغل معين هيلجأ لحد عنده خبرة في المجال. هيبدأ لحد بيدي رأي بثقة، يدي حد يكون صادق معاه يقول له. هو خد بالك احنا اوقات كتيرة الخوف من النقد او الانتقاد. ناس كتيرة فكرة برضو انا كويس او وحش، لما شخص يقول لك انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا
لو الشخص اخدها بالطريقه البيرسونال اللي هو الجزء العاطفي، لو دايما الجزء العاطفي هو اللي بيشتغل هتلاقي الشخص نفسه مش هيبدا ياخد محبط. قرارات صح هتلاقي قراراته دايما تبقى مرتبطه بالحاله المزاجيه بتاعته. دي حقيقة. ولو ارتبطت كده هتبقى نظرته للامور المنطقيه والواقعيه اوقات كتيره مش هتبقى دقيقه. اوقات كتيره الواحد في وقت الغضب ممكن ياخد قرار غلط، واوقات كتير على فكره في وقت السعاده قوي ممكن ياخد قرار غلط. صح 100%. هتقول لي ازاي يعني واحد مبسوط واحد سعيد وبياخد، لا ممكن في لحظه معينه يبقى مثلا شخص مثلا بيشتغل في التجاره فدخل في حاجه معينه وكسب، فيقوم حاطط على نفسه عبء كبير جدا او سترين كبير جدا، انا بدل ما انا نجحت انط نطه كبيره، فتلاقي الموضوع ممكن ياخد قرار. اوقات كتيره الريسك بيبقى مطلوب، لكن في نفس الوقت اي حاجه لازم تتحسب برضو بطريقه ان انت ازاي تحسبها بطريقه منطقيه، ايجابيات وسلبيات، سترينثز وويكنس، ايه الاوبورتيونيتيز ايه الثريتس، وبعد كده تبدا تحط نظره موضوعيه علشان تقدر تاخد الخطوه اللي بعديها. انا في حاجة تانية بقى عايز اسألك عليها، ودي حاجة مهمة جدا بتواجه ناس كتير. انا اوقات من كتر الاسترس بتاع الشغل والاسترس بتاع الطموح والاسترس بتاع ان كل واحد عايز يثبت نفسه، اوقات في ناس بتقع في النص وتبدأ تدخل في سكك مش حلوة، من ضمنهم الادمان. هو ده طبعا مجال كبير وخطأ، وانت يمكن تطرقت طبعا لمشكله من المشاكل الكبيره اللي بتواجه اي مجتمع. انت النهارده بتقول لما نتكلم على الاسترس مثلا، لما هتبص على الاسترس اوقات كتيره وهتدور اكتر بعمق هتلاقي اوقات كتيره ان في ناس كتيره بتهمل جوانب عديده في حياتها. زي ايه بقى؟ هو مثلا اعتناء الشخص بذاته بنفسه، هواياته، اصدقائه، حياته الاجتماعيه، الرياضه، لو في حاجات معينه عاوز يعملها لتطوير ذاته، بس في نفس الوقت هو مضغوط بتحقيق حاجات في العمل. فكل ما احنا ما بنعتنيش بنفسنا كل ما في حاجه اسمه البيرن اوت سيندروم، ان انت بتيجي في مرحله اللي هو الاحتراق الذاتي، اللي انت بتوصل لمرحله ان انت بتعمل الحاجه وبتكررها لدرجه معينه بتحس ان انت بتمل منها مش قادر، وبعد كده لدرجه معينه بتبقاش قادر. لما تدور دايما ورا ده طبعا هتلاقي للشخص ادى مساحه كبيره قوي الحاجه بس على جوانب تانية في حياته. ومن هنا بيبدا موضوع تاثير الاسترس على الشخص. نقطة المخدرات انت اثرتها في النقطة دي، اوقات كتير الناس بتتعامل مع الاسترس انها بتتعاطى المخدرات. انا بشوف ناس كتير خاصة في ناس كتير خاصة في عمالة كتير، ناس بتشيل كتير وتحط كتير، ولكن انا لازم اخد حاجة تخليني نشيط، ومع الوقت يكتشف ان هو مش قادر يستغنى عنها. مثلا يعني ايه، انت ذكرت النقطة دي، مثلا من اشهر الحاجات في النقطة دي كان فترة طويلة الناس بتعتقد في معتقد عن الترامادول اللي هو منشط. هو مثلا مفاجأة من المفاجآت ان الترامادول مش منشط. الترامادول بيشتغل على الجهاز العصبي اللي هو مهبط ديبريسنت. يعني في حاجات على الجهاز العصبي، حاجات بتشتغل منبهة، حاجات بتشتغل بتبقى مهدئة، وحاجات منشطة وحاجات مهلوسة. الترامادول من الحاجات المهدئة. بس اللي بيحصل ايه مع الترامادول دي مادة مشتقة من الافيون اللي هي من نفس العيلة اللي فيها المورفين ومشتقاته والهيروين. فالترامادول الناس بتقوم واخداه علشان يساعدها لانه قاتل للالم، فهو ما بيحسش بوجع. كانت منتشره جدا جدا في الناس اللي بيسوقوا عربيات فترات طويله. انت بقى في تخصص العظم عارف لما واحد بيقعد فتره طويله ظهره بيتعبه ورقبته بتبقى تعباه ومش قادر، فلما يقوم واخد حاجه زي كده يبدا يحس اللي هو يعني الالم مش موجود فبيشتغل فتره اطول. طيب واقعيا مع السواقه وان ده بيأثر على الجهاز العصبي هتلاقي ناس كتيره حوادث كبيره بتحصل، انت لما تشوفها تبص كده تقول لا دي حاجه، ده اكيد السيء ده ما كانش طبيعي او ما كانش في وعيه. انا فاكر ايام الكليه كمان واحنا بناخد جزء في الادمان ده كان مخدر الحشيش من الحاجات اللي بيسببها للناس وهي سيئه عدم تقدير المسافات بشكل واضح. في اضطراب والترامادول اقوى كمان مثلا، والحشيش في النقطه دي اللي بيأثر على الادراك بالمكان والزمان. بالظبط. انا كان في واحد انا شفته في مره من المرات وكان عمل حادثه كبيره ويعني راح ضحياتها ناس،
فهو لما جه يتكلم معايا فبيقول لي انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا باصص للعربيه قدامي وشايفها بعيده، فرملت لقيت نفسي فوق العربيه. فهو الاحساس والادراك مش بالوقت قادر يحدد المسافه. فهي دي مشكلة كبيرة فهو أوي الناس يعني. بتعتقد اللي هو بيدي باور وبنشتغل وكذا وكذا. لكن هو اثاره من ناحيه تانية اثار خطيره جدا. طبعا. لان بقى لما بنتكلم يا بقى ريت اثروا عليه هو لوحده بس، ده في وعلى ضحايا المجتمع بقى. بشكل عام وعلى الاسره وعلى كذا وعلى كذا. يعني انت لما هتشوف حاجه زي كده اهو، هتشوف مثلا ان يروح ضحيتها حد، دي حاجه كبيره جدا. دي مهما بقى اتكلمنا او التعويضات او ما فيش حاجه يعني هتعوض حاجه زي كده اهو. ايوه. من ناحيه تانية الناس مش مدركه ان بعد فتره الحاجه اللي هما بياخدوها هي بتديله شعور معين. لان المخدرات كمان بتشتغل على حاجه في المخ اللي هو مركز المكافاه او مركز الحوافز. هو بيدي الانسان بيبقى مبسوط او سعيد او كذا. بس بيديها له بدرجه معينه بطريقه مش طبيعيه. ايوه. وطبيعي مخنا فيه افيون طبيعي ربنا خلقه لنا اللي هو الاوبيويدز اللي بتبقى موجوده في المخ، الاندورفينز والكذا. لما الواحد بيشرب من بره دي مش بتتفرز فبيعتمد عليها من بره، فبياخد شويه هي بتبسطه او وتديله افكت. لكن بعد شويه محتاج كل مره يعلي الجرعه. بالظبط كده بيحصل حاجه اسمها التوليرنس اللي هو بيتعود على الجرعه دي. فهو يبدا ياخد ما بتجيبش المفعول فيعلي، يزود فما تجيبش المفعول بعد شويه فيعلي. وبعد شويه بيعلي هو بياخد علشان ما يجيلوش اعراض الانسحاب الشديده اللي بتبقى متعلقه. أيوة. فهو بيبدا يدخل في المرحله اللي هو في مرحله معينه بيوصل لها حتى هو بيشرب وهو مش مستمتع. بالعكس، وبتبدا بقى الخسائر تبان. يعني في مرحله ممكن يوصل لها ان هو بيشرب وهو مش مستمتع. ايوه طبعا. وهتلاقي الناس مثلا بيشرب ماده وبعد كده يقوم داخل شارب ماده تانية معاه فبيشرب نوعين مخدر عشان يدي او في زي يشرب مادتين فبيدي مفعول اعلى. او يعلي الجرعه لدرجه معينه او يغير طريقه التعاطي. اذا كان مثلا بيشرب سيجاره او كذا فيبدا يشم، او مثلا ماده تانية يحقن او كذا او كذا. فبيبدا يتعامل مع الموقف لحد ما بيوصل للمرحله اللي خلاص هو استحوذ عليه. انا كان لحد معلوماتي في الكليه كانت الحاجات اللي زي الترامادول والحشيش، الحاجات دي كنا بناخدها. بس سمعت مؤخرا بقى عن حاجات جديده طلعت. طبعا الحاجات الجديده في حاجات كتيره. يعني احنا بنقول اوقات ان المزاج العام، لان طول عمر المخدرات اللي هي المهبطات اللي بتبقى الشعب المصري بيستخدمها اذا كان حشيش او بانجو او كذا. دلوقتي بقى في حاجات تانية مثلا زي الايس، ده ستيمولنت. ده بقى اللي بدأ يرتبط بيه. هتسمع كتير قوي عن مثلا في الحوادث وفي الجرائم وكذا، لان ده بيشتغل منبه للجهاز العصبي. فبيشتغل بطريقه تانية، بيدخل في العصبيه والنرفزه، وتلاقي الناس عصبيه بشكل كبير. والناس ممكن تلاقي ناس تلاقي فيه مشاكل اوقات. يعني بتسمع انها تلاقي مثلا واحد قال لواحد كلمه في الموضوع تطور بقى حاجه عنيفه جدا جدا. ولما تبحث عن ده هتلاقي تحت تاثير المخدرات. هو دايما حتى في الشرطه يقول لك ابحث عن المخدر. يعني لما في جريمه او حاجه ابحث عن دور المخدر في الموضوع. دي حقيقه. طبعا الحاجات الجديده ليها تاثير شديد على الجهاز العصبي. مش ابحث عن المراه يعني. وكان زمان في الاول ابحث عن المراه. دلوقتي ابحث عن المخدر. كده ابحث عن المراه والمخدر. هتلاقي الموضوع يعني ايه وصل لمرحله اكبر يعني. بس انا سمعت كمان ان في مخدرات تانية. سمعت حاجات زي الشابو. ده ايه الشابو ده؟ الشابو نفس الفكره بتاعت اللي هو الكريستال اللي هو بيشتغل. في بقى حاجات تانية زي الهيدرو يعني احنا مش عايزين نقول عشان ما ندنيش يعني ايه حاجات اللي هي الحاجات الجديده. في منها مثلا اللي هي الحشيش المصنع. وده طبعا يعني زمان الحشيش كان فيه نسبه معينه مخدره. النسبة ليها تأثير. فطبعا كل حاجة بتتطور. وعلم زي ما في علم كبير للوقاية من المخدرات ومكافحة المخدرات، هو في الناحية التانية في يعني علم الناحية التانية في تطوير المخدرات وتجارة المخدرات. فخد بالك تجارة المخدرات الناس بتشوفها في الأفلام بيبقى واحد مثلا لابس جلابية أو مش عارف إيه. لا ده الموضوع متطور أكتر من كده بمراحل. انت بتشوف بره بتلاقي دول بيبقى فيها معامل لتطوير المخدرات بالبايو انجينيرينج. فيقوم المخدرات الجديدة بياخد جزء من الحشيش وبعد كده يصنع حاجة مصنعة ويدي نسب عالية جدا جدا من المادة المخدرة اللي موجودة.
ففي الاخر اللي بيشرب بياخد حاجه ليها تاثير شديد جدا على الجهاز العصبي. طبعا. يعني الشخص بتلاقيه في اوقات كتيره العرض الاساسي اللي هو بيبدا يدخل في التهيؤات او التخيلات او أيوة. كذا او كذا، او يبدا يبقى عنيف جدا او يبدا يدخل في شكوك. ودي مش كانتش الصوره مثلا من كام سنه اللي كنا بنشوفها. كان دايما المدمن تلاقيه او الشخص اللي عنده مشكله مع المخدرات يدخل وتلاقيه بيهزر وكذا، وفي أيوة. الفتره ايه وهو بيتعاطى. لا دلوقتي ما بتشوفش الصوره دي، بقيت تشوف صوره مختلفه ناس بشكل عنيفة. كبير. عنف شديد جدا، اوقات كتيره اضطرابات نفسيه شديده وحاده. والحاجات دي علاجها بيبقى سهل بعد كده ولا بيبقى صعب؟ بص، هو طبعا في المخدرات كل ما الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر بيفرق بشكل كبير جدا 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 في انت تقول البروجنوزس او الامور هتمشي ازاي بعد كده. مثلا احنا بنشوف ان في ناس بيبداوا في تعاطي، في اللي هو السبستنس يوز، الاستخدام، بعد كده الابيوز اللي هو الاستخدام الضار، وبعد كده يدخل في الديبندنس اللي هو الاعتماد اللي هو خلاص ادمن المخدر. كل ما انت بتكتشف بدري كل ما بيبقى فيه نتائج افضل بكتير. كل ما بيدخل في سلوكيات معينه وتتعمق بيبقى محتاج علاج مكثف اكتر. واوقات كتيره يعني في بعض الناس بتيجي بدري وتقول لك لا انا حاسس ان انا دخلت في حاجه هتضرني وعايزك تساعدني في ده بيحتاج تأهيل نفسي كمان. بيبقى في جزء تأهيل نفسي، لكن ممكن تستغرب ان في ناس ممكن بتتعالج من العيادات. ممكن ناس بتتعالج من العيادات، وفي ناس بتحتاج اشهر في المستشفى او مصحه او كذا. في ناس بتقعد فترات طويله. فاحنا مثلا عندنا مقياس بيسموه مقياس حده الادمان، بيقيس جوانب كتيره ومختلفه في حياه الشخص، في حياته الاجتماعيه والنفسيه والبيئيه والعمليه. والامور المتعلقه بتاريخه مثلا اذا كان عنده مشاكل قانونيه او كذا واعراضه الصحيه. فبيبقى عندنا تقييم شامل للشخص بحيث نقدر نعرف هو وصل لأنه مرحلة، والمرحلة دي تستدعي اللي هو يتعالج ازاي. طب عشان نبقى حابين نقول حاجة حلوة وإيجابية بقى في الحلقة بتاعتنا دي، رحلة التعافي لما بتبدأ لحد دخل في سكة الإدمان، رحلة التعافي بتبدأ إمتى وإزاي؟ بصوا، التعافي بيبقى الشخص محتاج اللي هو على قد ما يقدر يكون عنده التفكير بتاع التبطيل اللي هو يبقى واخد قرار. ده بيساعد كتير وبيوفر كتير جدا جدا. اللي انا عايز اقوله لك ان في الحمد لله في عندنا في نماذج حققت وطلعت من موضوع الادمان والمخدرات، وانا بشوفهم في حياتهم العمليه، وفي منهم ناس في اماكن وبوزيشنز كويسه جدا. واحد لما بيشوفهم بيبقى فخور بالناس دي. انا شفت كمان ناس عندك في المستشفى اكس ادكت بيشاركوا معاكم في حاجات اجتماعيه يساعدوا بيها الناس اللي هي لسه بتتعافى. بالظبط كده. احنا عندنا نوعين، يعني مثلا الفريق العلاجي بيبقى بيتكون فيه دكتور نفسي، وبيبقى فيه اخصائي نفسي، بيبقى فيه اخصائي اجتماعي، بيبقى فيه اخصائي تاهيل، بيبقى مثلا علاج بالعمل وعلاج بالفن. في حاجات اسمها علاج بالميوزك، ده برضو بيبقى موجود، بحيث انت بتطلع على قد ما تقدر الطاقات اللي موجوده عند الشخص بحيث ان انت تخليه يشتغل على الجوانب الايجابيه اللي في شخصيته. في جزء تاني زي ما انت بتقول اكس ادكت، بيبقى عندنا حد مر بتجربه المخدرات وتعافى منها، بيدخل معانا في برنامج تاهيلي انه يساعد غيره، ان هو يساعد غيره، ان هو بيتدرب ازاي اللي هو يدي الرساله او اللي هو يساعد. انا بشوف ان دي مؤثره قوي، ان هو اي حد يعني لسه في سكه الادمان شاف حد غيره تعافى بيتكلم، دي حاجة تحفيزية قوي، انه يحسسوا ان الموضوع ان شاء الله سهل. يعني انا عايز اقول لك طبعا الرسالة لما بتيجي من شخص مر بالتجربة بيبقى ليها تأثير ايجابي جدا طبعا. واحنا عندنا في ناس بيبقى فولنتيرز، بيبقى بيعملوا عمل، يجي كل فترة بيوصل اسمها توصيل رسالة، يجي يقول قصته او يقول كذا بحيث يتكلم مع الناس، يوصل لهم رسالة ان في حاجة لان الناس في مرحلة معينة بتعتقد ان مجرد ما دخل في المخدرات والادمان هو طريق بلا عودة. لا، هو في عودة منه. وفي ناس بترجع منه وبتعيش وبتتجوز وعندها وبتشتغل وبتنتج وبيعملوا حاجات كتيرة إيجابية. ودايما لما هتشوف في الشخص هتلاقي ان الشخص يمكن مثلا نتكلم على الأسباب، هتلاقي ممكن شخص يمر بمراحل معينة في حياته ويمر، بس طريقة معالجة مثلا احنا اتكلمنا في بداية الموضوع اللي جابنا الكلام عن الستريس. فالستريس ده من ضمن ان الواحد بيتعرض لضغوط فيتعامل مع الضغوط بطريقة
مش صحيحة فيدخل في مسار تاني خالص. ايوه طيب مثلا ناس كتيرة لما تبص لحياتها هتلاقي كان عنده صعوبات فترة الطفولة، ايوه كان عنده ضغوطات أسرية أو اجتماعية، وهتلاقي قد إيه الفترات دي مرت بيه فترات ما كانش بيجد اللي بيسمعه أو بيحس بيه أو يتكلم معاه ايوه. أو يديله الدعم النفسي المطلوب. كنت لسه هقول لك نقطة الدعم دي نقطة مهمة جدا، خصوصا في مرحلة التعافي. يعني أنا بشوف إن جزء كبير من مرحلة التعافي دي، أنت أدرى مني طبعا، هي الناس المحيطين ده أكيد، بالشخص ده. ده أكيد. أهله هل داعمينه ولا لأ؟ هل صحابه صحاب سوء وبيقولوا له لأ تعالى معانا، ولا صحابه صحاب كويسين يقولوا لأ كمل؟ ف إيه أكتر حاجة أنت بتشوفها إفكتيف في الظروف المحيطة اللي حوالين الشخص اللي عايز يتعافى ده؟ بص هو طبعا جانب الأسرة، إذا الأسرة داعمة أو في حد داعم كأسرة أو كصديق أو كزوجة أو كحد علاقة عاطفية، أوقات كتيرة الدعم بيبقى فيه الشخص بيبقى محتاج دعم في مرحلة ما. أوقات كتير بشوف والله في زوجات أنا بشوفهم أبطال. ده حقيقي. يعني فعلا في زوجات لازم عشان قلنا نبحث عن المرأة لازم الناحية الثانية، لازم نتكلم على الجانب الإيجابي. بس في زوجات الحق يتقال أبطال، يعني بتقف جنب زوجها لو حصل له أي مشكلة ما أو دخل في سكة إدمان، تفضل واقفة ومكملة لحد لما يرجع تاني يقف على رجله. ده حقيقي. وانا عايز اقول لك ان الموضوع ده هو قد ايه لما بيبقى حد متفاهم وحد داعم وحد بيشتغل بالايثار اللي هو بيجي على نفسه عشان الاخرين، قد ايه الموضوع ده بيبقى مختلف. وقبلهم كمان بشوف في امهات، يعني في امهات واباء طبعا بياخدوا ابنهم وبيجيبوه لحد عندك لازم يتعالج، لازم نقف جنبه لحد لما يبقى كويس. بص هو دي حقيقي. واوقات كتيره لما الابن بيحس قد ايه اهله محتاجين ان هم يطلعوه من المشكله. وخد بالك احنا في جزء من العلاج عندنا حاجه اسمه الفاميلي اديوكيشن والفاميلي ثيرابي. احنا عندنا جروب خاص بالاسر، مثلا الناس اللي بتعالجوا من الادمان بيبقى بيحضر الجروب العلاجي، بيعرف ايه هو المشكله وازاي يتعامل معاها وايه الاخطاء اللي ممكن يرتكبها اللي تؤدي ان الشخص اللي معاه يكون هو بيتكلم معاه بطريقه سلبيه او بينتقده بطريقه او بيضغط عليه بطريقه معينه. ازاي الناس بتبدا يبقى عندها الثقافه ازاي تتعامل مع الشخص في رحله العلاج. لان رحله العلاج بتبقى فيها يعني انجازات ايجابيه كتيره وبيبقى فيها مطبات اوقات كتيره بتحتاج من الجميع اللي هو يبقى ايد واحده علشان يوصلوا لافضل نتيجه. لما هتكلم على الاسر وخصوصا في فتره الطفوله والمراهقه، لازم الاسر تبقى عارفه ان هم ليهم دور كبير جدا جدا في رعايه اولادهم ومسؤوليه كبيره اتجاه ده. انت قلت كلمه مهمه جدا اللي هي اصدقاء السوء. طبعا. هي الشخص او الشاب مش بيشوفه اللي هو صديق السوء في الوقت ده. هو خد بالك ان اوقات كتيره بيحس اللي هو في البيت مش مسموع. دي مشكله كبيره قوي. ومالوش راي وبينتقد وشايفين ابن عمه اشطر منه وشايفين صاحبه عمل كذا ويشوف ده عمل كذا. وهو اسر بتعتقد انها لما بتعمل ده هي بتقول للاولاد انتوا محتاجين تبقوا افضل، هم بيسحبوا بشكل تدريجي من رصيدهم النفسي. فاللي بيحصل ان في اول مرحله لما يبدا يدخل في المراهقه ويبدا يحس ان هو بيكبر وعنده المقدره اللي هو اول قرار بياخده اللي هو بيختار صاحبه. هو بيحس ان ده اول قرار هو اخده بحريه. وبعد كده الناحيه الثانيه بتجتذب ناحيتها اللي هو بيعمل حاجه بيبقوا مبسوطين بيه جدا وبيحسوا ان بيدعموا بعض وبيعملوا حاجات خطره مع بعض وبيقفوا مع بعض في المشاكل وكذا. بيبقى فيها اصدقاء السوء بيبقى في جزء متعلق بالمخدرات. احساس كسر العادي او كسر الروتين او ان الواحد بيعمل حاجه ممنوعه اوقات كتيره ممكن ده تصرف خطا، بس في السن ده بيبدا يديله احساس بذاته وبيكون ده اول مرحله اللي هو بيدور على شخصيته. فرحله البحث عن الشخصيه بيبقى اوقات كتيره تواجد مع مجموعه او شباب او في نفس السن بيتبادلوا مع بعض الكلام، بيتبادلوا مع بعض نفس الافكار نفس الاحاسيس. اوقات كتيره ده بيبدا الشخص يلاقي نفسه وفي نفس الوقت في بيته ما بيلاقيش الكلام ده، يلاقي اللي هو شخص مرفوض او شخص عنده مشاكل او ما بيذاكرش او ما بيسمعش الكلام او
فدايما بنتكلم ان الاسره والبيت يبقى عليهم دور كبير جدا جدا. طبعا. ازاي ان احنا نحتوي الشاب والمراهق من اول من الطفوله، وخصوصا في مرحله المراهقه. لان المرحله دي اوقات الجسم بيكبر، المراهق بيحس ان جسمه كبير، لكن هو على نمط لسه التفكير بيكون لسه محتاج توجيه. وقبل التوجيه محتاج ان حد يسمعه واللي هو يعبر عن نفسه. ويحس ان الاخرين بياخدوا برايه، ويحس ان الاخرين معاه في البيت بيشركوه. ده بيفرق بشكل كبير جدا في الفتره بتاعه المراهقه. انت بتشوف ايه اخطر انواع مخدرات دلوقتي موجوده بيكون التعافي منها بطيء؟ بص انا هقول لك حاجه في النقطه دي. هي انا هتكلم معاك اكتر على مفهوم الادمان، لان المخدرات كلها خطيره. الناس ما بتبقاش واخده بالها من النقطه دي. يعني مثلا في مفهوم ان الحشيش مش ادمان. هو الحشيش ممكن ما يكونش ليه اعراض انسحاب شديده، لكن مش معنى كده هو مش ادمان. أيوه. هو الادمان بيبقى سلوك ده متكرر، والسلوك ده الانسان في مرحله ما يقدرش يتحكم فيه، ما يقدرش يبطله، وبيبقى فيه حواس فكري، يعني تفكيره الموضوع ده مسيطر عليه. وبالرغم من وجود اضرار واضحه الشخص بيستمر في نفس السلوك. فمن هنا بيجي الادمان ليه صور مختلفه جدا. في بعض الناس مثلا بعض السيدات عندها ادمان الشوبينج، فتلاقي يدخلوا ويشتروا وكذا ويستمتعوا. ده ادمان صعب. فده ادمان صعب جدا، بيحتاج الواحد يحوش كتير عشان يقدر. المخدرات بقى فيها السلوك الادماني وفيها تاثير الماده المخدره على المخ نفسه. فهو بنفس الطريقه بيبدا يبقى ليه هذا التاثير. مثلا انا هقول لك في حاجه متعلقه بالحوافز بتخلينا في الحياه ان احنا نتحرك ونعمل في حوافز اساسيه او بدائيه. اللي هو الواحد لما بيجوع بيقوم ياكل، لما بيعطش يقوم يشرب، لما بطنه تتملي بيحتاج يدخل الحمام. دي حوافز بيزك بتخلي اي كائن يتحرك. في حوافز اعلى وهي تحقيق الذات، الانسان يحس بثقته بنفسه، يحس اللي هو بيعمل الحاجه اللي بيحبها، ينجح فيحس بالانجاز اللي عمله، يرتبط فيحس باحساس الرعايه الاسريه، يبقى عنده اولاد فيرعاهم ويشوفهم هم بيكبروا قدامه. فده كل دي بتبقى حوافز بتخلي الانسان يستمر في الحياه. طب انا عندي سؤال تاني عايز اساله لك قبل ما نروح للسؤال التاني. النقطه ان مثلا حاجه زي الحشيش، اول حاجه بتاثر عليها هي الحوافز الاعلى. فتلاقي كتير جدا من الناس يقول لك الناس قاعده على القهاوي وبتحشش ومش لاقيه شغل. هو في بيوصل لمرحله معينه، كتير. هو بيوصل لمرحله معينه هو بيجيله حاجه اسمها اموتيفيشن سندروم، زي حاجه عرض اللا حافز او عرض لا مبالاه. هو بيبقى قاعد مش فارق معاه، يا عم كبر دماغك، يا عم مش عارف ايه، يا عم ان شاء الله بكره بعده. فمش شرط ان المخدر يبقى تاثيره هو العنف او كذا او كذا. طبعا. هو في تاثير اوقات كتيره عكسي على جوده الحياه نفسها، على العلاقات الاسريه. يعني انا كان عندي واحد يقول لك انا اهم حاجه في الدنيا هي دي، اهم من الست واهم من الشغل واهم من الفلوس، هي دي الحياه كلها. فدي لما تشوف ده هو، طب هل هنا الحياه هتبقى حياه سويه؟ لا طبعا. خلاص هو كده خرج من اطار الحياه الاجتماعيه، الحياه اللي فيها التفاعل، وبدا ينطوي الى احساس سعاده خاص بحاجه معينه. وبيبدا يعزله عن العالم، فبيبدا يدخل وطول الوقت هو بيعتقد اللي هو صح واللي هو كويس واللي هو ما عندوش مشكله ومشاكل. ودي اكبر مشكله، لان مجرد ما الشخص بيبقى عنده المشكله وما بيشوفهاش هو بيستمر وبيكون في الاخر النمط ده هو اكبر عدو ليه اكتر من بس المخدر. لان حاجه اسمها بنقولها الدينايل او الانكار او البري كونتمبليشن. في مرحله معينه الشخص نفسه بيبقى فيه مشكله كبيره هو مش مدرك حجم المشكله اللي موجوده. هو موضوع الانكار ده انا بشوفه خطر جدا. ان يكون اي حد عنده مشكله وبينكر ان هو فيه مشكله، ده هو بيشوفه ان هو نفسه واقف عائق عن ان هو ياخد اي خطوه لقدام. يعني بداية التعافي انه يكون الشخص عارف ومتأكد ان عنده مشكلة ومعترف بده. لان في لحظة معينة لما الانسان بياخد مخدرات فترة هو بيبقى عقليا ونفسيا مغيب فما بيشوفش ده. وفي انكار متعلق بده، وفي حاجة تانية بقى متعلقة بعد كده بالسلوك نفسه. أيوه. لكن
اوقات كتيره لما الشخص بيشرب ما بيبقاش شايف ده فعلا، لان هو في حاجه كيميائيه مغيره حاجه في مخه. ايوه. فالتعامل مع ده يعني بيبقى محتاج نوع من انواع الاقناع ونوع من انواع النقاش ونوع بحيث انت تقنعه على اول خطوه. اوقات كتيره اول ما بيبطل وبيعدي مرحله الانسحاب والمخدر بيطلع من جسمه بيبدا يبقى عنده قدر من ايه للحرب الداخليه ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين اللي كنت بعمله وما كنتش بعمله. بعض الناس ده يشوفه فيبدا يشتغل على نفسه اكتر، وبعض الناس لما يبدا يدرك يبقى عايز يغيب تاني على الوعي لان هو ادرك أيوة. حجم الخسائر اللي موجوده. أيوة. وتلاقي الامور بدات تبقى كل ما تقرب من المشكله كل ما الشخص يبقى رافض المشكله اساسا. فده بيبقى عشان كده بقى جزء متعلق بالتاهيل النفسي. الخطوات العلاجيه في خطوات معينه، في برامج علاجيه بنشتغل حاجه متعلقه بالعلاج المعرفي السلوكي اللي بيبقى ليه علاقه بنمط التفكير وليه علاقه بالسلوك العام وليه علاقه بالمشاعر الداخليه وايه المواقف اللي بتاثر على الشخص وايه المواقف اللي ممكن تخليه يرجع وايه المؤثرات اللي بتخليه يفكر في المخدرات. في جانب تاني برنامج تاني اسمه برنامج ال 12 خطوه. بالبرنامجين دول احنا بندمجهم مع بعض بحيث المريض بيعدي بفترات معينه يوصل لمرحله اللي هو يدرك مفاهيم كتيره متعلقه بالحياه والمخدرات والانتكاس وكذا وكذا. ايه اخطر مرحله في مرحله التعافي انت بتبقى قلقان منها كطبيب؟ بص انا اقول لك حاجه، النقطه دي هي يعني بالنسبه للشخص نفسه بيبقى اوقات كتيره بالنسبه له اعراض الانسحاب دي اصعب حاجه. اصعب حاجه. احنا بالنسبه لنا دي بتكون اسهل حاجه لان احنا بنقدر نكتب علاج، ولو الشخص ما بياخدش وبياخد علاج بتعدي الفتره دي بسهوله. اعراض الانسحاب بتعدي. اكبر دايما التحدي بعد ما بيبطل واول ما جسمانيا يحس ان هو رجع مستقر. ناس كتيره بيعتقد ان مجرد بخلص اعراض الانسحاب هو خلص العلاج. هو الحقيقي اللي هو بيبدا اهم مرحله في العلاج اللي هي التاهيل بعد مرحله الانسحاب. بعد مرحله الانسحاب كتير جدا يعتقد يقول خلاص انا بطلت ودي مرحله وانا هعرف اسيطر على كل شيء وانا هرجع للحياه تاني وانا هسيطر على كل حاجه، لدرجه ان انا هنزل هقعد مع صحابي اللي بيشربوا ومش هشرب. دي بتبقى اول لحظه الانتكاس. دي البدايه الانتكاسه بقى. لان خد بالك هو الموضوع متعلق بالتغيير، ان الشخص محتاج تغيير في حياته. أيوة. تغيير في نفسه، تغيير في نمط الحياه، تغيير في طريقه تفكيره في ادارته لحياته. لو ما حصلش التغيير ده ورجعنا لنفس نمط الاداره بتاع حياتنا هنرجع لنفس النتيجه تاني. نفس النتيجه تاني. فدي دايما انا بشوفها دي بتبقى الفتره بعد ما الشخص بالمخدرات تطلع من جسمه ومفروض يبدأ خطوات علاجية أكبر عشان يتعرف على إزاي يتعامل وإزاي يرجع لنمط الحياة بشكل إيجابي. المرحلة دي بتبقى أخطر مرحلة لأن دي دايما بيبقى بعديها بيبقى الانتكاسات بتبقى أكبر بشكل كبير. في سؤال تاني عايز أسأله لك ودي حاجة بشوفها بقى مع أولادنا الصغيرين. ادمان الموبايل والريلز والايباد ده ادمان ولا مش ادمان؟ بص طبعا بص هنرجع للتعريف بتاعنا. اي حاجه سلوك انسان ما بيقدرش يبطله وبيبقى فيه بيستحوذ على تفكيره وبالرغم اللي هو بيسبب له مشاكل ما بيقدرش يبطله، هنا بيبقى فيه سلوك ادماني. انا بشوف كتير بيلبسوا نظارات دلوقتي طبعا الموضوع ده هو موضوع كبير ومحتاج يمكن حلقات كتيرة نتكلم فيه. لأن فعلا الموضوع ده هو أولا في حاجة اسمها البوتوملس سيرش. أنت لما بتبقى على الفيسبوك أو انستجرام أو كده أنت بتقلب وبتبص اللي بعديه وبتقلب وتبص اللي بعديه. أنت بتقلب ودايما بتعتقد إن في نهاية فأنت بتقعد بتستمر، بس هو في الحقيقة إن مفيش نهاية. وبعد كده مثلا بتشوف أغلبية الناس زمان كنا بنتفرج على المسلسل، أقل مسلسل بياخد وقت قد إيه؟ هو 40 دقيقة. أنا فاكر المسلسل 40 دقيقة ساعة إلا ربع أو كذا. كنا ناس مثلا يجي وقت المسلسل تلاقي الناس كلها بتتابع وقاعدة بتتفرج وكذا وكذا. النهاردة في ناس لما يشوفوا فيديو ربع ساعة بيقلب هو مش قادر يكمل. فبيبقى كل ما بتكون عدد الوقت بتاع الفيديو أقل وفي حاجات بتشدك كل ما أنت بتبقى بتعتقد ان هو حاجة ده فيديو دقيقة او دقيقتين او 3 بس. بتلاقي ناس كتيرة بعد شوية بيجدوا ان هم قاعدين فوق الساعتين وال3 وال4 وهو مش حاسس بالوقت ده. هو أيوة. بيجي بقى على حساب الشغل، بيجي على حساب المذاكرة،
واهم حاجه بيجي على حساب حياته الاجتماعيه. يعني زمان كنا ننزل نلعب مع اصحابنا وتبقى بنلعب كوره وعارف مين اللي في المنطقه هنا ومين هنا ومين اللي في النادي، صاحبي اللي في النادي وصاحبي اللي في المدرسه وصاحبي اللي في المنطقه بتاعتي، والناس بتتقابل وبنخرج. ودلوقتي هتشوف حجم العلاقات الاجتماعيه، في علاقات اجتماعيه كتيره هي علاقات افتراضيه فعلا. افتراضية. بتلاقي اولاد كتيره بيلعبوا جيمز ومصاحبين ناس من العالم كله وهما ما يعرفوهمش، وبعد ما الجيم بيخلص هو العلاقه سطحيه متعلقه باللعب، وهو ما يعرفش حاجه عنه غير اللي احنا قاعدين بنلعب. وهو مثلا فكره وخد بالك الطب النفسي في التشخيصات كل شويه بيبقى فيها تطوير كبير يعني. يعني مثلا في التشخيصات العالميه دلوقتي، هو التشخيص الامريكي في حاجه اسمها الجيمنج ديس اوردر. الناس اللي هي بتبدا انها تعتمد او انها زي ادمان الالعاب الجيمز. ده شق كبير جدا. السوشيال ميديا ده طبعا ده يعني بتلاقي فيه منحنى كبير جدا جدا. وبعد كده بتلاقي فيه يعني ايه بعض الالعاب بيبقى فيها بعض المكاسب، واوقات مكاسب ماديه يكسب حاجه ويصرف مش عارف ايه ويلعب تاني وكذا. ندخل بقى بتبقى شبه القمار اللي هو الجامبلينج، ان بيلعب لعبه معينه فهو بيكسب في لحظه معينه، بس هو مش على طول بيكسب. فهو بيستنى اللحظه اللي هيكسب فيها اللي هي ما بتجيش غير كل فتره طويله. ولما بيكسب بيتبسط قوي، وبعد كده بعد ما بيتبسط بتلاقيه ضيع الفلوس دي في اللعب تاني. فهو انت بتلاقي موضوع يعني بدأ يبقى ليه في دوامة طبعا، مش عارف يخرج منها. فطبعا قدام ده يعني ايه، فاكر لما كنا بنتكلم برضو فكرة الأسرة وفكرة الحياة الاجتماعية. النهاردة زمان لما كنت مثلا تعاقب شاب في الجيل بتاعنا، لما مثلا حد من الاسره عندك باباك ولا مامتك يقول لك شيف انت مش خارج النهارده مثلا في الويك اند، انت مش خارج، مش هتروح النادي او مش هتروح تخرج، مش هتروح تيجي مع خلاص انت حاسس انت انعزلت عن العالم وبعيد وتبقى قاعد زهقان ونفسي انزل وكذا وكذا. النهارده لما يقول انت مش هتنزل، شكرا انا قاعد قدامي العالم كله بستمتع بيه ومش عايز انزل اساسا. دلوقتي بقى بيتخانقوا معاهم انزلوا، يعني طب انزل انا كذا كذا كذا. فهي دي برضو بقى تشالنج كبير جدا. فكرة يعني استخدام التكنولوجي مهم جدا. والموبايل والسوشيال ميديا واقع وواقع يقدر يفيد الناس بطريقة إيجابية، لكن استخدامه بطريقة مش صح هيبقى ليه ضرر على جوانب تانية. على فكرة مثلا من ضمن الحاجات في النقطة دي هي الثقة بالنفس. يعني بتلاقي ناس كتيرة المشاهير السيلبرتيز بيهتموا بشكلهم بطريقة معينة وبلبس معين وبأكل معين وكذا وكذا. تلاقي فترة المراهقة حاجة، ودي بتبقى مشهورة عند البنات، نقطة الاهتمام بالشكل والمظهر والوزن. وبتلاقي الكونسبت اللي احنا بنشوفه ان البنت لازم تبقى رفيعة، فيبقى احساس الثقة بالنفس. ما هو بالك مرحلة المراهقة بيبقى فيه تغييرات هرمونية في الجسم، فهو نفسيا البنت أو الولد بيمروا بتغييرات كبيرة في المرحلة دي هي. وفي أوقات كتيرة لو اللي حواليهم مش بيقدم لهم الدعم الكافي، هم بيوصلوا لمرحلة أوقات كتير بيبقى عندهم فقدان للثقة بنفسهم، وأوقات بيبقى عندهم فقدان لإحساسهم بذاتهم. يعني يبقى إحساسهم اللي هو السيلف ايمج، هو شايف نفسه ازاي. أوقات كتيرة ما بيشوفش نفسه بطريقة كويسة، أو حاسس الناس اللي حواليه مش شايفاه بطريقة كويسة. وفي نفس الوقت يقوم شايف المشاهير بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، والناس حواليه والناس بتبعت له وليه متابعين قد ايه وكذا وكذا، بيضطر يقلل دول، فبيضطر يبدا يقلل. فيبدا اللي هو مثلا حاجه متعلقه اللي هي الانوركسيا، اللي هو فقد الشهيه العصبي. ان بيدخلوا في بعض المراحل لا بدرجه خطره جدا ان هو بيفقدوا وزن كبير جدا، وهم يبقى جسمهم بدأ يدخل في مرحلة الخطر، ويبقى ليه أعراض جسمانية واضحة وصريحة، وهو شايفه لا أنا لسه تخين، أنا محتاج أن أنا أخس، أنا ما أقدرش أن أنا أزيد، أو يخاف من الأكل. ومن ناحية تانية ممكن الاسترس يعمل حاجة تانية اسمها بنج ايتنج ديس اوردر، ان الشخص ياكل مع القلق والتوتر وكذا والاحباط، يجي له نوبات ياكل اكل كتير جدا وبسعرات حراريه كبيره جدا في وقت قليل جدا، ما يبقاش يقدر يعمل كنترول على ده. مشكله كبيره دي. طبعا. فيعني اكل بدون احساس.
وطبعا انت عارف دلوقتي اسهل حاجه ترفع التليفون ودليفري 24 ساعه 24 ساعة. وهو طبعا يعني هو الاكل ده ممكن شوف يعني انت النهارده مثلا بنتكلم على السوشيال ميديا، شوف النهارده الفود بلوجرز مثلا، شوف كميه الاكل اللي انت بتشوفه انت، يعني انت تفتح فيديو فيه اكل يعدي عليك كام فيديو فيه اكل، ده كتير قوي. اذا ما قمتش طردت في وقتها بيبقى في حاجه غلط. ده كتير قوي في البلوجرز، وبياكلوا حاجات كتير وهم قاعدين يعني. فانت طول الوقت بيدوق انت حاجات مسكره كتير يعني. ده شوف الحلويات بتاع الايس كريمز والوافل والحاجات دي كلها انت خد بالك ان انت كمان لما بتدخل على حاجه هو بيدرك انت بتدور على ايه فيكتر لك منه. يكتر لك فانت واحنا مش بنشعر بنكون احنا كاستمر، يعني خلاص هو بيبدا يظبط لك السيرش بطريقه معينه وكذا على اللي انت بتحبه او اللي انت عايزه او اللي انت بتدور عليه، فيبدا يعني انت مش بس زمان كنا بنتفرج على فيلم او مسلسل بيبقى فيه مخرج وبيبقى فيه قصه وبيبقى فيه سيناريو وبيبقى فيه حوار وبيبقى فيه رقابه وبيبقى فيه متابعه للنص وبيبقى فيه حاجات كتيره جدا، فلتر، حاجات كتيره بتعمل فلتر قبل ما المنتج بيجي لك. النهارده انت بتشوف المنتج من غير فلتر، يعني انت كل حاجه موجوده بالنسبه لك، كل حاجه بتبقى ممتعه جدا بشكل دعائي وانت مش واخد بالك، وفي الاخر بتلاقي المغريات قدامك كتيره جدا. صحيح. والناس بتستمتع بده لان وبعد كده خد بالك ان في البير افكت، ان مثلا بتلاقي حاجه طلعت موضه فكل الولاد او البنات بيعملوها، فاللي ما بيعملهاش بيبقى غريب عن فده طريقه لبس معينه، طريقه كلام معينه، طريقه هزار معينه، فبتلاقي في الاخر غير بقى البير افكت، السوشيال ميديا افكت، تاثير السوشيال ميديا السلبي ده. فطبعا ان انت تكتر السايكل دي محتاجه تفهم كبير قوي من الاسر، ان هي تبقى عارفه ان دور كبير ليهم في حياتهم في مرحله معينه، ازاي يبقى المناخ الاسري في جزء كبير من التقبل، واللي احنا بنسمع واللي احنا نشترك معاهم وان احنا نخرج بقى. انا بشوفه ان انت تخلي الولد او البنت، زمان كانوا يخافوا على الاولاد اللي هم يخرجوا لا يشوفوا ناس مش كويسه او كذا، النهارده لما الولاد بينزلوا بتشوفهم هم مع مين، انت بتعرف على الاقل هو مع مين. دي حقيقه. لكن لو هو قاعد في البيت مستحيل تعرف هو مع مين. وبعد كده ممكن يكون مع حد اساسا يعني في اتجاهات تانية او من قاره تانية اصلا وبيلعبوا اونلاين. وانت عارف طبعا يعني ايه الاستهدافات اللي بتبقى موجوده للشباب، يعني مفاهيم كتيره وافكار كتيره، يعني اذا ما كناش صاحيين لده هتلاقي في قيم كبيره مجتمعيه هيحصل فيها خلل من النقطه دي. فانت تنزل ابنك او بنتك ان انت توديه يخرج ولا يروح نادي ولا يروح مكان، وانت بتشوف الناس اللي هو معاها وتقدر تقعد تتكلم معاهم وتقدر تبني علاقه معاهم. خد بالك يعني احنا اصدقاء الحمد لله بقى لنا سنين طويله الحمد لله. زمان انا وانت اصدقاء، لكن هو الاكبر من كده ان اسرتي واسرتك اصدقاء. يعني والدك ووالدتك في الاعياد وفي المناسبات وكذا وكذا، انت بتتحول الصداقه الى مجتمع. فانت انا محمد نازل مع شريف خلاص احنا مطمنين عليه، شريف نازل مع محمد هم كذا هم مع بعضيهم. كتير جدا الاهالي بيتكلموا الاسر وتلاقي الاسر ما بينهم وبين بعض علاقه اكبر من بس ان احنا يعني في الاخر الموضوع بيبقى زي اخوه اكتر ما هو بس زملاء او حاجه زي كده. دي حقيقه يا محمد. فيعني نقطه الاصدقاء ونقطه الحياه ونقطه يعني التفاعل الحقيقي ده انا شايف ليه عامل كبير جدا لجزء من متعلق بالسلامه النفسيه. ايوه. طيب دكتور محمد ابو العزايم، انا عندي ليك سؤال تاني مهم. قول. ازاي احافظ على اولادي من العالم الافتراضي ده، ما يبقاش ماسك الموبايل ليل نهار وما بقاش عارف هو بيعمل ايه او بيتكلم مع مين؟ بص هو جزء مهم جدا ان احنا نعمل دعم لاولادنا، زي ما كنت بتكلم معاك نقطه مثلا ازاي ان احنا نختار صديق. خد بالك احنا مع اولادنا المفروض ان احنا نساعدهم في الحياه، ان احنا مش احنا اللي ناخد لهم القرارات، نساعدهم ازاي ياخدوا القرار الصح. فهو لما هينزل وهيتعامل وهيقابل ناس وهيبقى فيه ثقة ما بينك وما بينه، هيحكي لك عن مواقف بتحصل. ايوه. فوانت المواقف اللي بتحصل دي
انت دورك مش تقول له الولد ده وحش ابعد عنه، او الولد ده كويس خليك معاه، لا، انت دورك ان انت تساعده ازاي اللي هو يفهم الشخص ده كويس ولا لا. ايوه علشان ما نفضلش احنا طول الوقت عاملين وصاية على اولادنا ان احنا اللي بناخد لهم القرارات، احنا اللي بنعمل له، في الاخر هو مش هيقدر يعتمد على نفسه، في الاخر هو هيكون تابع، مش هيكون عنده المقدرة لاتخاذ القرار. فانت بتدعمه وبتسمعه وبتساعده ازاي يفكر، وتساعده ازاي يختار، وتديله الحرية اللي هو يختار قدامك، بحيث لما يحصل حاجة يجي يقدر يتكلم معاك، يكون في ثقه بينك وبينه. يبقى في ثقة ويبقى في مقدرة على المشاركة. لأن أنت النهاردة هو طول عمرنا الأسرار بتاعت الأولاد مع أهاليهم ومع صحابهم، بس الصاحب علشان تديله سرك بيحتاج ثقة ووقت عشان وقت. تقدر تعمل ده. هو دي حقيقة. انت جوه البيت المفروض في مساحه الثقه دي تكون موجوده. الشخص البيت ده هو الكومفورت زون، هو احساس الامان للشخص نفسه. فاذا انت حتى ممكن واحد يختار ويطلع واحد مش كويس، بس خد بالك هو لما هيصاحبه هيكتشف في رحله الحياه اللي هو مش كويس. لكن لو انت طول الوقت بتنتقده هو هيصر، حتى ولو شايف ان ده ممكن ما يكونش غلط، او هتقول له ابعد عن ده وخلاص، هيفضل طول الوقت هو متشبث بيه، لان هو شايف ان انا عايز اخد قرار. ايوه فهو لما بتديله المساحه دي ويبدا يتكلم معاك، انا حصل معايا الموقف ده، وانت ما تنتقدوش، طب انت ايه رايك، طب تتعامل مع الموقف ازاي، هيجي وقت تقول له انا رايي كذا 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 وفكر فيه. ايوه ولما هيفكر فيه وهيحس ان فعلا ده في مصلحته في لحظه معينه، هيبدا يبقى عنده المقدره على اتخاذ القرار. ايوه لا انا شايف ان تديله احنا مساحته ان هو يفكر. لازم تديله مساحته اللي هو يفكر، لازم تديله مساحته اللي هو يشارك، لازم تديله مساحته اللي هو حتى يختار ويتعلم من اخطائه. بس في نفس الوقت وهو بيعمل ده انت بتتابعه، انت مش بتسيبه وبتمشي، لا انت بتتابع الامور وصلت لايه، تقدر تتكلم معاه، يقدر يشارك معاك. ده ده جزء مهم جدا، ازاي ندعم اولادنا وازاي ازاي كيفيه بناء الشخصيه. هو انت مش محتاج ان انت تخلي عندك ابنك او بنتك شاطر عشان انت او سليم او بياخد قرارات صح عشان انت وجهة نظرك ان ده الصح. انت محتاج تديله قدر من المعرفة اللي هو ازاي يختار. بالظبط. زي في التعلم، احنا المفروض بنتعلم مش المعلومة، بنتعلم كيف نتعلم. فكرة ان انت التعلم ده عملية مستمرة. أيوة. المعلومات بتتغير. أيوة. والمفاهيم اوقات بتتغير في حاجات كتيرة. أيوة. ولكن اللي بيظل ان انت تتعلم وتستمر. أيوة. اذا قدرنا نوصل ده ونوصل الرسالة دي، هيفرق كتير جدا مع اولادنا في ثقتهم في نفسهم وفي تعاملهم مع الاخرين. طبعا. وبعد كده احتياجهم للسوشيال ميديا، هتلاقي في اولاد كتيرة عندهم حياة السوشيال ميديا جزء منها، مش هم اللي جزء من السوشيال ميديا. طيب انا في حاجة اخيرة عايز اسألك عليها. اتفضل. ايه اكتر نصيحة تنصحنا بيها لأي حد عنده ضغوطات كتيرة في شغله وعايز دايما يعمل لنفسه ستريس ريليف، عايز يريح نفسه من الاسترس شوية؟ بص، هي النقطة دي نقطة مهمة جدا، لازم تجد وقت ومساحة لنفسك ولذاتك تعمل فيها حاجات انت بتستمتع بيها. ما يبقاش كل حاجة فقط بهدف. أيوة. اوقات كتيره بتلاقي انا بشتغل او بعمل او كذا او كذا وعايز احقق كذا او احقق تارجت او اعمل كذا او ازود مبيعات او اكسب. لا، طب امتى بتستمتع بنفسك؟ اخر مره مثلا الشخص يخرج مع اصدقائه كل قد ايه؟ هتلاقي ناس كتيره يقول لك كل شهور. بلاش. اخر مره انت خرجت مع اسرتك امتى؟ اوقات في ناس ممكن على فكره مثلا وقت الكوفيد من الايجابيات بتاعت الناس قعدت مع بعض مجبره، يعني كان اجبار ان الناس قعدوا مع بعض، اكتشفوا ان هم عايشين مع ناس وما كانوا هم عايشين معاهم، بس هم مش عايشين معاهم حقيقه، يعني هم طول الوقت بره. اول ما قعدوا مع بعض اكتشفوا بعض كتير جدا. وكلنا كيك كتير في الكوفيد كلنا مع بعض. في ناس اكتشفت اسرتها في الوقت ده. هو كان في حد بيقول انا اكتشفت ان ابني موهوب جدا في الموسيقى، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي عنده. وموهوب جدا في حاجه زي دي، ودنه موسيقيه وبيحب الالات الموسيقيه. يقول انا فوجئت ان انا اعرف ده، وفوجئت ان ابني في الفريق بتاع الموسيقى في المدرسه. يعني انت تخيل ان فين بقى الكواليتي اوف لايف اللي موجود.
فاول حاجه تعمل وقت لنفسك، تاني حاجه طبعا ممارسه الرياضه، تالت حاجه الاكل الصحي، ده جزء مهم جدا جدا طبعا. جزء متعلق بالمديتيشن واليوجا والاسترخاء، ده برضو مهم جدا. مهم. يوجا واليوجا وبرامج الاسترخاء مهمه جدا. لو دخلت على النت وكتبت ريلاكسيشن تكنيكس هتقرا حاجات كتيره وهتلاقي حاجات كتيره تساعدك في ده. جزء بقى مهم اللي هو بقى لما نعدي المرحله دي، هي لما الشخص يبقى مضغوط اكتر، ايه هي المؤشرات ان الشخص يحتاج مساعده نفسيه. ان الشخص لو في مرحله معينه حس هو مش قادر يعمل اداء وظيفته الحياتيه بسبب الضغوط، مش قادر يشتغل، مش قادر يتفاعل مع الاسره، مش قادر ينتج، وبدا ياثر عليه بشكل كبير، مش قادر يؤدي الوظيفه اليوميه. هنا في الوقت ده الشخص بيبقى محتاج اللي هو يستشير ويسال ويتكلم مع حد. اوقات كتيره لما بنشوف المشكله بدري، مهم قوي الثقافه دي بتاعت ان انا لازم اسال اهل العلم بقى في الموضوع، طالما انا تعبان اروح اسال. بالظبط كده. وخد بالك من حاجه، في ناس ما بيحتاجوش علاجات وممكن يحتاجوا بس حاجه اسمها توكينج ثيرابي، اللي هو العلاج اللي هو بتتكلم معاه وتسمعه، وتبدا ان انت بحاجه اسمه العلاج المعرفي السلوكي او العلاج الجدلي السلوكي. في انماط مختلفه من العلاج بتبقى تحت يعني ايه بمنظور علاجي ارشادي. انا جربت ده معاك مش باجي اتكلم بس. شباب كتير اول ما بيبداوا حياتهم العمليه، اول بس بيبدا يشتغل انا عايز اتجوز. تمام. امتى الشاب بقى لما يبدا يشتغل يكون جاهز ان هو يتجوز؟ بص، هو احنا طبعا نتكلم من الجانب النفسي لان ده جانب مهم جدا. بص، جزء الزواج هو فيه جزء متعلق بتحمل المسؤوليه. طبعا. وتحمل المسؤوليه مش هي تحمل بس المسؤوليه الماديه، هي جزء من تحمل المسؤوليه هو قدره على الرعايه والتواصل مع الاخرين. والجزء العاطفي بيبقى فيه جزء مهم بيتعلق بالارتباط، بيتعلق بالمشاركة، بيتعلق أوقات كتيرة في الإيثار، بيتعلق بالتحكم بالذات وقت الغضب أو وقت الاختلاف. خد بالك ناس كتيرة بتعتقد مثلا في نقطة الزواج ان الشخصين لازم يبقوا متطابقين عشان يتجوزوا، او دايما الشخص يدور على حد شبهه. دي طريقة من ضمن الطرق، لكن مش دايما هي الطريقة دي مش هي دي فقط الامثل. ان الشخص يبقى عنده المقدرة على التعامل وحل المشكلات والتوافق اوقات بيبقى جانب مهم جدا جدا في العلاقه. ايوه، هي فعلا القدره على التعامل. القدره على التعامل والتوافق طبعا. لان حتى لو الاثنين شبه بعض جدا فهم ممكن هيختلفوا على حاجات بسيطه جدا طبعا. بص، انا بشوف ناس في جوازات بتنتهي على حاجات يعني بسيطه جدا جدا جدا. اكتر حاجه مثلا حاجه شفتها على ريموت التلفزيون. جوازه باظت على ريموت التلفزيون، ان هم كانوا بيتخانقوا على ريموت التلفزيون. مين معاه ريموت يعني، ولا مين اللي هيبقى معاه الريموت ومين اللي هيتفرج على ايه؟ فهي في الاخر في الاخر هو الموضوع مش متعلق بالريموت، هو متعلق بالتوافق. يعني هي والمشاركه والتفاعل. فهي يعني مثلا لو واحد بيحب حاجه وحد بيحب جزء التوافق، ان احنا ممكن نيجي على نفسنا عشان الطرف الاخر ده جزء. على فكره انا بشوف ناس كتيره مختلفين جدا وبيمثلوا مثلا كابل يبقى ناجح جدا. تلاقي ممكن الشخص سريع الحركه، والزوج مثلا او الزوجه حد منهم سريع الحركه وبيفكر وبياخد قرارات سريعه وبيقدر ياخد قرار، والطرف الثاني بيتأنى جدا. فأوقات بيتأنى جدا وبيفكر جدا وبيحلل جدا. على فكرة لما بيمتزجوا مع بعض وبيوصلوا لحلول، على فكرة بيبقى في حلول مثالية. طبعا. طب لو اتنين مندفعين جدا مع بعض ممكن يحصل الكلاش الكبير جدا. او اتنين مترددين جدا، فهم طول الوقت هيبقوا في مشاكل مش عارفين ياخدوا قرار. بشوف ان الجواز الناجح دايما لما يكون اتنين متوافقين بيبقى عنصر اساسي انه بيخلي الراجل عامه يشتغل وينتج وينجح في شغله. بص، انا هقول لك حاجه في النقطه دي. يعني ايه، خد بالك ان الحياه دلوقتي اصبح كمان ان
الراجل بيشتغل والست بتشتغل، فجزء من التوافق في ده هو برضو أيوة على طبعا. الواجبات والتواجد ومراعاة ظروف الآخر في العمل ومراعاة ظروف الآخر في الحياة والتواجد مع بعض والمشاركة. ده بيبقى جزء مهم جدا. لا كمان لانه بشوف انه المشاكل اللي بتحصل في البيت ما بين الازواج يعني من الحاجات اللي اوقات بتاخر ناس كتير في شغلها، بتخليه دايما مشغول، بتخليه دايما مش قادر يركز في شغله، بتخليه دايما محبط، وبينتهي الموضوع في الاخر لحاجات مش لطيفة يعني. بص، ما هو ده انا معاك في النقطه دي. طبعا احنا بنقول قدر الامكان طبعا. فصل العمل عن البيت والبيت عن العمل، ده طبعا. بيبقى مهم جدا. مهم أوي. لان والعكس صحيح، اوقات كتيره الناس تجيب مشاكل الشغل جوه البيت فيها حاجه اللي هو الديسبليسمنت زي الاسقاط. يعني مثلا واحد يبقى مديره مضايقه في الشغل فيرجع يتخانق مع مراته، فمراته ترجع تتخانق مع ابنه او بنته، فالبنت في الاخر تتخانق مع صاحبتها، تقوم صاحبتها متخانقه مع القطه اللي هي مربياها. القطه دي هتلاقي في سلسله من التدرج كده، كل واحد بيفرغ في اللي تحتيه. دي مش طريقه برضو، مش هي دي الطريقه الصح. طبعا. فهي لما تبص للنقطه دي، طبعا لما بيبقى في حياه، في هارموني في الحياه الزوجيه، وفي ومناخ البيت ايجابي، طبعا ده يساعد الشخص مش بس اللي هو يبقى كويس في عمله، هو يساعده على مزاجه يبقى كويس. ده ممكن يبتكر حاجات. أيوة. يبقى عنده قدره على اللي هو يفكر بطريقه مختلفه. لا طبعا النقطه دي بتبقى نقطه مهمه. وتاني نقطه القدرة على حل المشاكل والقدرة على التوافق. يعني مش لازم نبقى، على فكرة مثلا انت ممكن تشوف ودي مش شرط في الأزواج، ممكن تلاقي 2 أصدقاء جدا 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 وما لهمش أي أصحاب تانيين، بس تلاقي واحد شخصية قوية جدا، واحد تاني شخصية تابعة جدا. هو في الزواج ممكن يبقى ناجح لكن ما بيبقاش صحي. لأن في مرحلة معينة لو الطرف ده مش موجود، هو الحياة الأسرية مش هيحصل فيها اختلال كبير جدا. فهو ازاي توزيع الأدوار ما بين الطرفين، ازاي الآخر يبقى عنده إحساس امتى اللي قدامي في مرحلة معينة أقدر أنا أهدى وأقدر يبقى عندي قدرة على استيعاب مشاعره، وفي وقت تاني الطرف التاني يقدر يعمل نفس الدور، فيبدأ يبقى العلاقة فيها نوع من أنواع التناغم. يعني فعلا نقطة مهمة أوي استيعاب المشاعر وتقسيم الأدوار. يعني عايزين نجيب ورقة وقلم ونكتب بقى كل واحد ليه إيه وعليه إيه. لا ده غير القايمة، دي حاجة تانية عشان دي بتودي السجن. أنا النهاردة اتشرفت جدا بوجودك معايا يا دكتور محمد. أنا مبسوط جدا يا شريف، أخويا وصديقي وعشرة عمري الدكتور محمد أبو العزايم، أنت اللي بعتز بصداقته. وانا اعتز جدا بصداقتك. انت من الناس الواحد يعني بيعتز بيهم، يا رب يكرمك، وفخور ان هو في حياته حد بقيمك واخلاقك. الله يعني دكتور يكرمك شريف. يا محمد. واوقات كتيره الواحد لما بينظر لفترات الجامعه وفترات الحياه في الاول، دي الحياه كانت بسيطه وقد ايه كانت جميله. وتلاقي مع الحياه والصداقه والعشره يعني الحياة بيبقى ليها طعم تاني مع الأصدقاء. يعني ربنا يديمها نعم. فيعني دايما كده إن شاء الله نبقى مع بعض يا رب دايما، ومع كل أصحابنا كده، وربنا كده دايما يجمعنا بخير يا رب العالمين. يا رب حبيبي، ونشوفك دايما في تقدم وفي أعلى المناصب. الله يخليك ويكرمك. كنتم مع بودكاست شريف وأصحابه، أشوفكم على خير.